خديجة. إذن أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم مجددا من خلال هذا البث المباشر الصادم من قلب مدينة فاس من الجزيرة. للأسف الشديد أبشع جريمة قتل اللي عرفتها المنطقة واللي اهتزت عليها بطبيعة الحال الرصيف. الآن احنا في قلب هذا المنزل اللي كان كيقتل فيها بطبيعة الحال عبد العالي اللي كان حارس ديال السيارات أكيد، والآن مهيار ديال الأخت ديالو ديال العائلة الزوجة وديال الأم، فالله يصبرهم. وعزاؤنا واحد للأسرة بطبيعة الحال، تفاصيل جد مروعة اللي كان ضحيتها شاب يعني في مقتبل العمر، خلى وليدات، خلى ربما أسرة، خلى الناس يعني في حالة ديال الصدمة هنا قبل لحظات تم يعني خرجوه باش يمشيو يدفنوه. للأسف انهيار ديال الأسرة كما كتشاهدوا معنا متابعينا، حالة ديال مأساوية للأسف الشديد، الله يصبرهم. وحنا أكاد أفقد يعني الكلمات كيفاش غندير نعبر، ولكن نشوف هذه المشاهد الصادمة متابعينا الكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قمة ديال المأساة. شوفوا الام والاخت في حاله ديال انهيار متابعينا الكرام، والزوجه خلى بنيتها للاسف مازال في مقتبل، مازال طفله، كيفاش غدير تعيش، كيفاش ربما غتبرد لهم هذه الكيه. وكما كتشاهدوا معنا شوفوا الانهيار ديال الام مسكينه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاله مأساويه متابعينا، حاله مأساويه ديال الام، الله يصبرها، الله يصبرها. واكيد قلوبنا معها، قلوبنا معها، والنداء ديالهم غيوصل من خلال قناه الشعب اللي غنبقاو بطبيعه الحال مواكبين تفاصيل هذه الجريمه البشعه اللي عرفتها الرصيف. كتشوفوا الحاله المزريه ديال الام وديال الاخت، فالله يفجع عليهم والله يبرد عليهم هذه الحرقه. نعم حرقه وكيه اللي ما غتبردش للاسف الشديد. وحنا بطبيعه الحال المشاهد جد مروعه متابعينا الكرام، اللي نتمناو صادقين باش انكم الصوت ديال هذه الاسره يوصل، لان الجريمه بشعه ولا يتقبلها العقل. في مغرب 2023 شوفوا مازال كاينين هذه الجرائم، جرائم بشعه متابعينا الكرام. غتسمعوا القصه على لسان الاخت، خليهم يبردوا شويه لان ما يقدروش مساكن يعبروا. الله يصبرهم والله يكون معاهم. السلام عليكم اختي، الله يصبرك اخويا الحبيب، اخويا اخويا بغيت الحق، بغيت خويا يتاخذ له حقه، بغيت خويا كيفاش وقع علينا بالضبط. بغيت خويا كان معاهم واحد الساعة، خرجوا وعنقوه وبداو يقولوا له انت خونا ما عادش نتازو معاك، الله يسامح لينا. عنقوه ودخلوه تحاماو فيه عيالات ورجال، تحاماو فيه عيالات ورجال. بغينا الرأي العام مغاربه، ضرب بالشفره في راسو ومعدود مفخدو كله خباشي وصدرو كله زرق بالضرب والبوني وفي راسو بالشفره. حنا بغينا حق خويا، حنا كنطلبوا من الملك والسي الحموشي يشوف من حالنا، وكما غصبوا خويا يحكمهم وما يرحمهمش. بغيت المخزن يتحرك على هذه القضيه هذه. انا كنطلب بحق خويا، بحق خويا، بحق خويا. نهار الجمعه مع 7 الصباح، البارح مع 7 ونص 7. واش الناس كانوا ما نقولوش السميات ديالهم، احنا لا داعي باش ما تطيحوش في المخالفات القانونيه، لان احنا جايين باش نوصلوا الصوت ديالكم، باش ماشي نطيحوا في المخالفات القانونيه بلا ما نذكروا الاسماء. الله يكثر خير. هذا يعني من كيفاش تلاقاوه، كيفاش وقع؟ جا خويا كيغوت وطاح لنا في الباب، كله دمايات، كله مضروب، كيغوت وكيقول امي تحماو فيا،
ولاد فلان ونسيبهم تحماو فيا كاملين. العيالات والرجال بقاو كيقتلوا فيا وطاح وداوه بطريقه قانونيه. لا كاش كندير لا الصحافه شوف هذه قناه وطنيه اولى معروفين شو هي السميه ديالهم ولاد المجاهدين. السلطه قايمه بالواجب، السلطه عارفه اش كدير، السلطه عارفه اش كدير، راه غيعرفوهم وخايفين ما عرفوا كيف رايح لك انا هاد الناس هادو راه بقاو فينا بحال العائله ديالنا. راه جايين قلبنا راه شوفي شي العربيه هي راه قلبي راه باش يتفهموا حاجه. السلام عليكم حاجه. الله يصبرك الله يصبرك الله يصبرك الله يصبرك. امين امين. ماشي سهل هادشي. لا شنو بغيتي الان من السلطات؟ شنو ياخذوا الحق ديال ولدك؟ شنو بغيتي؟ ياخذوا لي الحق ديال ولدي، ياخذوا لي حقه، ما يضيعوش دمه، ما يضيعوش لولدي دمه، ياخذوا الحق ديالو السلطه. وهاد النهار راهم كانوا في الحومه ديالهم واقفين ومازال مطلقين وما شدوهمش وما هضروا معانا ما حتى شي حاجه. هو مسكين خارج هارب هما كيتابعينو كيقتلوه. السبعة ونص 7:30 الصباح. واخا لالا باش ضربوه شنو ربما شنو الاسباب؟ هو عاود لي واخا فين خربين لا ولدي عاود لي. نعم شنو الاسباب؟ دخلت في باب الدار بدمياتو غيعينوا لي كيبانوا من الدم. نعم طاح لي على رجلي وقال لي ما يقتلوني في ولاد فلان والعيالات. باش ضربوها لالا باش ضربوها؟ مضروب 2 ضربات في راسو بالشفره، مخربش من وجهه، معنقو من هنا مدقدق معنق من صدرو، عطينو هنايا تدغدغ اللحم ديالو. انا اللي طلعت ولدي، انا اللي طلعت بلا بلاص ولدي كيزهق لي ويقول لي امي انا كان موت قتلوني، تسابقوا عليا يا امي تقتلوني، تسابقوا عليه. وواحد نسعد نسيبه طلع معايا في لابيلانس، وليدي كيموت وكيقولوا لي عشتي نولي نقتلك. شنو السبب اللي يخلي بنادم انه يقطع حتى لهاد الدرجه هذه؟ ما عرف. عيدوا به، عيدوا لي بوليدي وشو البنيته ديالو فينا هي. هو اللي كيخدم علينا، هو اللي مقابلنا وحرقوا لنا قلبنا على وليدنا وخلاونا. انا كنطلب من هاد المخزن وهاد السلطه تشدنا حقنا وما تضيعناش الدم د ولدنا. وسعادة الملك وسي الحموشي يشدنا حقنا، والمخزن كله المخزن يشدنا حقنا مع هاد الناس. هما مطلوقين خصني يشدوهم. واخا شكون اللي شدوا؟ شحال مطلوقين؟ شحال كانوا بيهم؟ شحال كانوا بيهم الحاج؟ 3 ديال الاولاد، 3 الاولاد والنسيب وجوج العيالات. نعم شحال اللي شدوا دابا وشحال مازال مطلوقين؟ حنا سمعنا واحد اللي تشد، هادشي اللي قالوا لنا، الاخرين مازال والاخرين هاد النهار واقفين باب الدار ديالنا في الحوم. واحد سولنا ما ما سولنا حتى واحد.